نصيحة يا شباب، إذا عرض عليك عمل خير بسرعة خده. ترى إذا أنت ما حتاخده رايح الخير، رايح وفي مين حيحمله؟ لأن الخير هو الذي سيبقى في الأرض. فإذا عرض عليك فخذه، إذا ما أخذته حيروح منك. انتظر حتى يفسح لك مجال لخير آخر. والله أنا أذكر أيها الإخوة، مرة احتجنا في واحد من مساجد هذه البلدة في مشكلة إنشائية بالسقف، فالأوقاف تواصلت معي أنه لو أقول للإخوة يعني بالخطبة أن أخبركم أنه أخي في أحد المساجد في مشكلة إنشائية وبحاجة إلى مبلغ مالي جيد. فأنا وقفت على هذا المنبر وقلت بعد الخطبة، بالخطبة الثانية قلت الأمر كيت وكيت. نزلت صليت ركعتين فرض الجمعة، بس انتهيت من الصلاة الجوال في جيبي يرن يرن يرن، أنا خلاص هو مطفي يعني، بس ما توقف يعني عن الرن، عم بقرأ الأوراد بدي يصلي السنة، رد يرن يرن. بعدين فتحت هيك وإذ في أخ هو مسافر أنا أعرفه، الخير يعني ما يكون في شيء، هو بيعرف أنه أنا أكون بصلاة الجمعة. فتحت قال لي أستاذ أنت بالجامع؟ قلت له إيه عم صلي خلصنا صلاة. قال أنت حكيت هلأ على الخطبة مشان هذا الجامع. قلت له إيه؟ قال إيه خلص هذا أنا بدي يعني أتبناه. قلت له الله يجزيك خير كتر خيرك. بقى هو يبدو قاعد بالبلد المسافر فيه قاعد على المكسلر وسمع. الآن أنا خلصت صلاة السنة وجلست هون درست ربع ساعة بعد الصلاة، وبعدين قمت سلمت على الأخوة وأرد أن أمشي، وإذ بلاقي أخ جاي هو وابنينه جايب معه 3 أكياس فيها مال. قال أستاذ أنت حكيت على المنبر أنه في جامع بده إصلاح. قلت له إيه؟ قال لي هذا ابني سمع، قام قال لي أبي خلينا نتبرع، فنحن صلينا معك ورحنا جبنا مصاري وأجينا. هذا ابني، وهذا ابني تاني كمان بده يتبرع وأنا بدي أتبرع. قلت له والله سامحني انباعت البضاعة. إجا زبون. قال شو إجا زبون لساتك هون ما طلعت؟ قلت له إيه والله. قال لا دق تليفون وقال الأمر مقضى. يا إخوان الخير سيبقى في هذه الأرض، يا أنت بتاخده وبسرعة ما في وقت، يا غيرك سيأخذه. 100% الخير باق، 100% زرع الخير في الأرض. قد ما بتقدروا تزرعوا ازرعوا وبسرعة ما في وقت. ليش بدنا نسرع؟ لأنه إذا أنت ما بتاخده سيأخذه غيرك. مرات الله عز وجل بيكون كاتب هداية لعبد، أنت ما بتهدي أحد وأنا ما بهدي أحد وهذا الأخ ما بيهدي أحد، الله هو الذي يهدي. بيكون كاتب هداية لشخص رفيقك. هلأ يا أنت بتجي بتقول له تدعوه إلى الخير وتدعوه إلى مجالس العلم وتدعوه إلى الحضور معك، يا إذا أنت ما قلت له حيجي واحد ويقول له، ولأنه الله كاتب له الهداية بده يجي، بس سيأخذ الخير كله ذاك الذي دعاه. فنصيحة لوجه الله ما في وقت، ترى قل له أنت أحسن ما بكرة يقول له غيرك ويأتي إلى طريق الخير. كنت أنت أخذت كل هذه الخيرات التي ستكتب له، فاستبقوا الخيرات يا أخوان. لذلك ما في وقت أنك تترك أخي بكرة بعد جمعة بس اتخرج من الجامعة، بس يعني افتح محل، بس اتجوز. استبق الخيرات يا أخي لأن الخير هو الباقي، فلذلك أسرع، إذا لم تأخذه أنت أخذه غيرك.